السلام عليكم. النهارده هنستعرض بعض اسماء الاحياء الموجوده في القاهره، ونعرف ايه اصل تسميتها وليه اتسمت بالاسم ده. يلا بينا. اول منطقه هنتكلم عليها هي منطقه حوش الغجر. المنطقه دي موجوده خلف سور مجرى العيون، واتسمت المنطقه ديت نسبه الى قبائل الغجر اللي كانوا موجودين في المنطقه ديت. المنطقه الثانيه معانا هي درب المهابيل. درب المهابيل كانت منطقه معروفه ببيع البوزه، وكان سكان المنطقه يعني بيتناولوا دايما البوزه، فاغلب الوقت بيكونوا سكارى، فعشان كده اتسمت بدرب المهابيل. اما منطقه تل العقارب الموجوده في السيده زينب، فطبعا من اسمها معروف ان المنطقه ديت كانت منطقه جبليه، وكان موجود فيها انواع كثيره من العقارب والتعابين، فاتسمت بتل العقارب. اما منطقه خان الخليلي فاتسمت نسبه الى مؤسس الشارع هو جركس الخليلي، وهو احد امراء السلطان برقوق.